نسيت اشتر كتكوت. كنت قاعده كده بقرا في كتاب، قال ايه عامله نفسي مثقفه، انا بقى قاعده ما ورايش حاجه، بسمع كده لقيت الباب بيتفتح، قلت يا ترى مين اللي جه، اما اطلع كده ابص اشوف مين اللي جه بره. ببص كده لقيت مين، فرعون الكبير الصغير جاي هو ابن خالته. قلت له تاني دول اللي جابهم دلوقتي، ده زمانهم عايزين يتغدوا وانا ما عملتش حاجه للغدا. كنت عامله حسابي ان انا مش هعمل اكل لان التلاجه بتاعتي صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. ده انا بقول شعر اهو يا ولاد من الهم اللي انا فيه. بصيت كده لقيته داخل عليا وانا عماله اهوي بالكتاب كده من كتر الحر. قال لي بقول لك يا اشتر كتكوت. قلت له قول لي يا قرة عين. شجيني وسمعني. قال لي اعملي لنا حاجه نتغدى بيها علشان بص انا جايب ابن خالتي معايا وعازمه على الغدا. قلت له عازمه على الغدا؟ ده احنا ما عندناش حاجه في التلاجه، التلاجه فاضيه زي الصحراء. قاعده كده عماله اخبط اخماسي في اسداسي لقيت الباب بيخبط. قلت يا ترى مين اللي جه تاني، يا لهوي تاني ايه اليوم المليان ده، على الله يكون بقى مفاجئني بحد تاني يجي ياكل، ما هي اصلا مائده رحمن. بفتح كده الباب لقيت مين، لقيت ست الحباب يا حبيبه ام قرة عيني جايه. قلت لها تعالي ماما اتفضلي. بتقول لي خدي الكيس ده مني الاول. بفتح الكيس كده لقيت فيه فراخ. قلت يا ما انت كريم يا رب، فراخ ليه يا ماما تعبه نفسك كده، تعالي بس. وانا مبسوطه ان هي جابت فراخ عشان حاجه نعملها للغدا. قلت اشكرك يا رب. ادخلوا على اللينك اللي في الكومنتات عندي وسجلوا في برنامج باز واكسبوا $50. لازم تسجلوا وتدعوا اشخاص عشان تكسبوا. دخلت بقى على الفرعون الكبير الصغير قال لي نعم. قلت له تعالى ارمي لي الزباله اللي عندك، الزباله كبير مليان. قال لي هو ده كيس الزباله الكبير المليان، بعدين انا مش بتاع زباله. قلت له معلش يا اخويا. رحت داخله بقى عامله فيها الواد بوحه الصباح. رحت ماسكه السكينه كده وقعدت اقطع البصل شرنطات، ورحت جايبه بقيتي وحطها. خدت بقى الكبه دي وقعدت اضربها واحده يمين في شمال وشمال في يمين، فوق وتحت وتحت فوق، اديله ود اديله ود اديله ود واديله. رحت جايبه طماطميه مقطعاها مكعبات، ورحت جايبه قرنين فلفل مقطعاهم، جايبه ليمونه بشرها وعصرها. وانا بعصرها كده وانا متكاده ومتغاظه، بس قلت يا بنت وعادي هي اكله تفوت ولا حد يموت. رحت نازله بقى بدل 10 بهارات وشويه فلفل اسمرات وشويه ملحات، ورحت ايه مدبلاهم كلهم في بعضهم وانا مستعجله عشان الوقت هيعدي. ورحت ماسكاها حشيها كده، حاطه معلقه سمنه ورقتين مروه، ورحت مولعه الفرن وقلت لها روحي الله معي. رحت بقى جايه على العين التانيه بتاعه البوتاجاز، حاطه الحله بتاعتي ورحت حاطه فيها معلقتين سمنه، ورحت حاطه فيها معلقتين كركم ومعلقه صلصه ونص مكعب مرقه، ورحت معلقه ملح ونزلت بالرز، رحت مديهم حته تقليبه كده لحد ما دوختهم. رحت نازله بقى بشويه الميه المقدار اللي انا عاملاه رز، ورحت حاطه بقى فحمايه على العين التانيه عشان اولعها، وهتعرفوا انا استخدمها في ايه دلوقتي. رحت جايبه بقى طبق الطحينه ده فكاه وحط عليه ليمون وملح وفلفل وكمون، ورحت حاطه عليه شويه خل، ورحت عامله شويه طحينه ايه في قلبك يا اختي في قلبك. فطيب بفتح كده البوتاجاز لقيت ايه الفرخه بتاعتي اتشوت، بقت ايه لوحه فنيه اعظم رسامين العالم ما يعرفوش يرسموها. هي العظمه عايزه مننا ايه يا جدعان، حد يقول لي العظمه عايزه مننا ايه. رحت جايبه الفحمايه بقى المولعه، ورحت حاطه عليها معلقه سمنه، ورحت بقى ايه مدخنه بقى الفراخ عشان تبقى فراخ على الفحم. بصوا بقى بعد ما خلصتها والله يا جماعه تستاهل كرشكم. وده بقى الرز ده ولاد بعد ما عملته وخلصت، ودي الطحينه بقى والخيار. قلت لهم بقى يا جماعه كلوا وقولوا لي ايه رايكم. لقيتهم بياكلوا كده شكلهم انبسطوا من الاكل، عجبهم ولا ايه. على فكره انا كنت مبسوطه جدا وفرحانه لان الاكل كمان عجبهم. قلت لهم كلوا بقى بالهنيه والشفاء، وحماتي كانت مبسوطه. اهم حاجه عندي رضاها عليا وان هي تبقى مبسوطه من الحاجه اللي انا بعملها، ده اهم حاجه عندي في الدنيا طبعا. والضيف طبعا كان مبسوط، والضيف بقى كان بياكل هو مبسوط ومنشكح، حسوه ما كانش اكل حلو كده من زمان. بعدين انا زعلانه منكم لحد دلوقتي ما تحطوش لايك ليه، عايزه لايكات كتير بقى ولاد خالتي. قلت بقى للفرعون الكبير صار كل يا حبيبي واتغذى وملا بطنك عشان تربي مجانس وعضلات. المهم كده بياكل ومبسوط وبيدي لابن خالته قال له خد يا حبيبي كل. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وكومنت وشير من قلبكم الخير.